النجم الجميل كريم محمود عبد العزيز بيصور مسلسل اسمه مملكة الحرير اللي هو بيتعرض حاليا. المسلسل ده يعني لقى نجاح كبير جدا ما بين الناس وناس حبته قوي. وكان في بنت ظهرت معاه في المسلسل، الناس برضو حبت دورها جدا وتمثيلها، لكن ما كانوش يعرفوا ان هي تبقى بنت كريم محمود عبد العزيز، يعني يبقى جدها محمود عبد العزيز. دي كانت مفاجأة لناس كتير، ما كانش حد يعرفها لغاية ما القناة نفسها اللي بتعرض عليها المسلسل، قناة اون تي في، هي اللي اعلنت الخبر ده وقالت ان البنت العسل دي تبقى بنت كريم محمود عبد العزيز. وسألت الناس يعني رأيكم ايه في تمثيلها وكده. فالناس كانت مفاجأة كبيرة جدا بالنسبة لهم ان هي تبقى بنت كريم محمود عبد العزيز، ما كانوش يعرفوا كده. لكن تعليقاتهم كانت جميلة جدا، وقالوا ان احنا حبيناها جدا من غير ما نعرف ان هي بنته اساسا، وكنا حابين تمثيلها قوي. ولما عرفوا بقى ان هي بنته بعد كده قعدوا يقولوا ان هي فيها شبه كبير من جدها. وفي اللي قال ان هي ملامحها اوروبيه جدا، يعني خضرة بقى وشكلها يعني اجنبي قوي. فما شاء الله عليها عسولة. وبس اغلب التعليقات كلها، مش اغلبها، كل التعليقات تقريبا بتقول ان هي تمثيلها حلو جدا، ما فيش حد اعترض على تمثيلها او ان هي دمها تقيل او كده، لا بالعكس، كله قال ان هي دمها خفيف جدا وسكر وتمثيلها حلو قوي. وده مش دايما بيحصل مع اولاد الفنانين، لان في اولاد فنانين كتير الفتره اللي فاتت طلعوا وناس انتقدتهم كتير بشكل كبير جدا، وشافوا ان تمثيلهم مش افضل حاجه، وشافوا ان هم يعني مفروضين عليهم بس عشان خاطر باباهم ممثل او باباهم فنان معروف او كده، لكن هما تمثيلهم مش افضل حاجه. فعشان كده الناس ما بتبقاش يعني مجامله في التعليقات، دايما لو حد فعلا تمثيل وحش كانوا يكتبوا ان هو تمثيل وحش. كمان جميل قوي ان جدها محمود عبد العزيز، والناس بتحب جدا محمود عبد العزيز الله يرحمه، لانه كان فعلا ممثل جبار. ويمكن اللي ورث الجينات بتاعته عياله الاتنين، سواء كريم او ابنه التاني. الاتنين ما شاء الله يعني تمثيلهم رائع فعلا، وليهم مسلسلات جميله جدا، يعني فعلا تحس ان هم كوميديانات. وكمان كريم كان عامل ثنائي مع سليمان عيد الله يرحمه، كان فعلا رائع فيه. يمكن البنوتة دي محدش يعرف مين هي مامتها، بس احنا هنتكلم تفاصيل اكتر عن مامتها. ان كريم محمود عبد العزيز اتجوز في 2011 من زوجته آن رفاعي. ويمكن محمود عبد العزيز اتقال ان كان متضايق شويه من الجواز، عشان خاطر كان مش عايز كريم محمود عبد العزيز يتجوز بدري، كان عايز يعني يستنى شويه لغايه ما ينجح ويحقق نفسه شويه وبعد كده يتزوج. لكن هو كان مصر بشكل كبير لانه كان حبيبها جدا، وخلف منها 3 بنات. الاولى اسمها كندا في 2012 خلفها، وبعد كده خلف خديجة في 2015 في مارس 2015، وبعد كده خلف بنته التالتة في ابريل 2020 واسمها حبيبة. اما البنوتة اللي هي بتمثل معاه، اللي هي اكبر واحدة اللي هي كندا، هي دي اللي طلعت معاه في دور راضية، بنت اسمها راضية كانت تايهة من اهلها وطلعت معاه في الحلقة التاسعة. هي دي اللي هي اكبر بنات، وهي اللي طلعت معايا في التمثيل. مش عارفين بقى اذا كانت هتكمل فعلا في التمثيل ولا هي كانت طالعه كده في كام دور وخلاص، لكن مش هتكمل. بس هي بالنسبه لتعليقات الناس وحب الناس ليها، اكيد ده هيشجعها ان هي تكمل قدام. طبعا الخبر اللي كان مش لطيف خالص اللي سمعناه الفتره دي، ان كريم محمود عبد العزيز انفصل مع الاسف عن زوجته آن رفاعي. والكلام ده بعد 14 سنه جواز، فالناس فعلا اتضايقت جدا انه انفصل في الفتره الحاليه، والاخبار دي يعني على كل وسائل التواصل الاجتماعي. والناس زعلانه جدا لان بقالهم سنين طويله متزوجين، وكمان عندهم ما شاء الله 3 بنات. فكان صعب جدا على الجمهور ان هو يتقبل حاجه زي كده. كان نفسهم ان هم يكملوا في الزيجة، ولكن قدر الله ما شاء فعل. ربنا يسعدهم ويكتب لهم الخير هما الاتنين.